التحنيط عند المصري القديم ظلت لغز وسر كبير قوي بيسعى لكشفه الكثير من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم. فضل فكرة التحنيط هي لغز كبير قوي، والمصري القديم كان بيتبع فكرة التحنيط لأن هو كان بيؤمن بفكرة البعث والحياة ما بعد الموت، إن بعد كده هيقوموا مرة تاني، فبالتالي كان بيحافظ على الجسد باستخدام بعض المواد والمكونات. وهنا بيكمن اللغز وهنا بيكمن السر. استخدموا ايه وازاي كانوا بيقوموا بخطوات قدرت تحافظ على يعني الأثر المصري القديم أو المومياوات الخاصة بالمصريين القدماء لآلاف السنين. زي ما احنا شايفين النهاردة ما زلنا بنكتشف مومياوات جديدة محتفظة ب يعني كل طبيعتها وبكل شكلها نتيجة عملية التحنيط اللي كان بيتبعها المصريين القدماء. ومؤخرا تم اكتشاف جزء من هذه الأسرار بعد ما حصل كشف أثري في منطقة سقارة، كان مكتوب بقى بعض المكونات والتفاصيل الخاصة بعملية التحنيط عند المصريين القدماء. ده كان في إطار عملية كشف قام بيها مصريين وألمان، فريق مصري ألماني أو ألماني مصري اشتغلوا على هذا الكشف. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل ونعرف وصلنا لفين في اكتشاف هذا السر، سر التحنيط عند المصري القديم. بينضم لينا على تطبيق زوم الدكتور بسام الشماع، المؤرخ الكبير وعالم المصريات. برحب بيك يا دكتور معانا. اهلا يا ستينا، ازيك؟ وتحياتي لكل يعني مشاهدينا الكرام. وخليني كمان يعني احيي بقى الجميع تحيه بقى هيروغليفيه، بما ان احنا هنتكلم عن المصري القديم النهارده، هذا الجد والجده العباقره. خليني احييكم كلكم بتحيه حتب، وهي كلمه هيروغليفيه تعني سلام ورضا وسعاده. حتب يا دكتور؟ حتب. طيب نقول HTP. حتب سهله قوي. اوكي خلاص، خلينا نبدا بحتب. دكتور بسام الشماع، اهلا بحضرتك معانا. وسر التحنيط الحقيقه دايما كان بيشغل بال الباحثين والعلماء المختلفين، ازاي المصري القديم قدر ان هو يحنط المومياوات تعيش الاف السنين. فاولا ايه هي عمليه التحنيط عند المصريين القدماء، ولماذا فضلت سر ولغز لالاف السنين؟ طيب، هي فكرة التحنيط فكرة جاءت للمصري القديم لأن هو كان من ضمن الخمس حاجات المهمة اللي لازم الإنسان يصل بيها إلى الحياة الأخرى من وجهة نظره هو الطقسية والدينية. كان الجسد واحد من خمس حاجات، يعني مثلا عندك الروح، عندك القرين، عندك الاسم، عندك الظل، ظل البني آدم يعني، وعندك الغت بالهيروغليفي، والغت هي الجثة أو الجتة أو الجثمان. فكان لزاما على هذا أن الجثمان يبقى صحيحا، لأن لو أي حاجة حصلت للجثمان مش هيبقى الحياة الأخرى زي ما هو متخيلها وزي ما هو عايزها. فكان حريص جدا على أنه يحافظ على جسمه من أشياء كثيرة جدا، من أولا الحيوانات اللي موجودة في الجبانة في الصحراء. ما هو هيختار حتة دراي، حته ناشفه، حته جافه في الصحراء. عشان كده سقاره زي ما حضرتك تفضلتي واحده من اشهر الجبانات. عندنا جبانه ابيدوس بجانب البليانه في سوهاج العظيمه، وعندنا جبانات كتيره جدا. لكن جبانه سقاره جبانه قعدت قرافه او جبانه او مكان للدفن للمومياوات والتوابيت لمده الاف السنين، يعني من اول الاسره الاولى مثلا تقدري تتخيلي لحد العصور القبطية المسيحية المصرية، استخدمت في بناء أيضا مباني دينية هناك في سقارة. فعلشان يوصل ويبعد عن الحيوانات زي ابن آوى وزي كلاب الصحراء وزي الذئاب وزي الثعالب اللي بياكلوا الجسامين، هو عمال يعمل كل الاستحراصات عشان جسمه يصل. فيروح حاطط فوق جسمه تل من الرملة علشان يحمي نفسه، وبعدين يروح حاطط مصطبة، ويروح بعد كده عامل 6 مصاطب فوق بعض عشان يحمي برضه جسمه تحت الارض. 6 مصاطب دي اللي احنا بنسميها الهرم المدرج في سقارة. وبعد كده هو بقى الاهرامات بكل اشكالها وانواعها. فده لحماية وتحميم المتوفى تحت الارض او فوق الارض في غرف للدفن. وفكرة التحنيط هذه واحد. فبالتالي بدأ يخترع افكار غير ان انت تحط الجثمان ينشف
في الصحراء. بالمناسبه عندي لكم مفاجاه، يوجد تحنيط طبيعي في مصر القديمه. بمعنى ايه يا يعني ان دكتور؟ الجثمان، تمام، الجثمان يبقى موجود في رمله من صحرائنا العظيمه الذهبيه ديت، التراب الحلو الجميل بتاعنا ده جاف سخن، ما فيهوش رطوبه، مفيش مطر، مفيش مياه جوفيه، مفيش مياه تحت ارضيه، فالجثمان ذات نفسه ينشف. عندنا مثلا رجل جبلين، هو اسمه كده، هو رجل الجبلين، هذا الرجل موجود في المتحف البريطاني في لندن وقد طلبت بعودته. هو جثمان لرجل وهو جاف، يعني مش متحنط التحنيط اللي احنا عارفينه والمخ اللي خارج الجمجمه وكل الحاجات اللي حصلت بعد كده طبيا. يعني في حالة الرجل ده يا دكتور التحنيط كان معتمد فقط على الرملة اللي في الصحراء؟ في الوقت ده قبل الاختراعات بقى وقبل الاكتشافات اللي المصري القديم بدأ يتدرب عليها كانت كده. كانت القصة ان انت نشفان وجفاف الصحراء هيجفف جسمك، وبالفعل نجحت الصحراء انها تحفظ لنا لغايه دلوقتي. عندنا الجنجر الاشهب وهو جثمان في المتحف البريطاني شهير جدا، العالم كله يعرفه، انا شخصيا رحت شفته في لندن، وجثمانه كانه يعني مش عايز اقول لك متوفى امبارح، لدرجه ان شعره الاحمر عشان كده سموه جينجر الاشهب، شعره الاحمر ما زال موجود بقاياه لحد دلوقتي. بتتكلمي قبل توحيد القطرين، يعني قبل ما فكره التحنيط تخترع من اصله، مما يدل على ان المصري القديم حب ان جثمانه يصل للحياه الاخرى حتى قبل توحيد القطرين. يعني كان في دين، كان في فكر ديني عنده قبل الهيروغليفي وقبل الاهرامات وقبل المسلات. هي زي ما قلنا المصري القديم الحقيقه كان طول الوقت، يعني لما بنكتشف حاجات عنه بننبهر اكتر ب يعني فكرهم والسبل اللي كانوا بيتبعوها. لكن فكره الكشف الاثري الحديث يا دكتور اللي قام بيها الفريق او اللي قام بيه الفريق الالماني المصري، ازاي ساعدنا ان احنا نتعرف على مواد التحنيط؟ وهل ساعدنا ان احنا كمان نفك شويه من لغز عمليه التحنيط اللي بعد بقى ما اتطور فيها المصري القديم؟ شويه صغيره مش كتير، لان هو الحقيقه المصري القديم كعادته معانا، انا راجل بقالي 40 سنه بقرا تاريخ، هو كعادته كده انا خلاص حفظته، هو يمشي الهوينه كده بالتاريخ بتاعه كده مرتاح كده وبيبهر العالم، واحنا عمالين نلهث وراءه عايزين نعرف منه يا استاذ معلومه صغيره عن التحنيط. طيب الاكتشاف اللي حضرتك بتتكلمي عليه النهارده ده اكتشاف حصل في ورشه تحنيط. ايوه كان في مصر القديمه ورش للتحنيط، كانت الناس تروح تقول له انا عندي جدي كبير مثلا توفي ولو تسمح انا عايز احنطه هيكلفني كام؟ هيتكلف كام الموضوع كده؟ كان الموضوع كانت كده خدمه يعني بتقدم للناس، عندك حد عايز تحنطه بتروح تاخد الخدمه يعني. بالظبط كده، كانت خدمه وكانت خدمه مدفوعه الاجر كمان، ولو انت هتدفع اجر كويس وتروح لناس كويسه هيبقى التحنيط بتاعك على مستوى 5 نجوم، لو هتروح لناس ممكن نجمتين او نجمه فبرضه مستوى التحنيط مش هيبقى قد كده، فهي نفس القصه. على اي حال في بقى موضوع مهم جدا حصل في سقاره اللي هو الاكتشاف ده. اكتشفوا تحت الارض في 2016 131 آنية. ال 121 آنية دول اكتشفوا ان في منهم اواني عليها ليبلز، عليها كتابات. هذه الكتابات بتشرح المادة اللي جوه. ده شيء عظيم طبعا. حبوا ان هم يعدوا الاواني اللي فيها المواد ديت. من ال 121 آنية اكتشفوا 31، وده عدد كبير جدا في الاكتشافات عندنا. كويس؟ كل واحدة من دول واضح جدا التسمية بتاعت المادة اللي جوه. احنا كنا نعرف الانجريدينتس او المقادير بتاعت التحنيط، كنا عارفينها. لكن هل النو هاو ازاي المواد ديت مكتوبه بالهيروغليفي؟ طيب العلاقه بين التسميه الهيروغليفيه والماده دلوقتي، يعني لو انت عايزه تقولي مثلا زيت الخروع، هتقولي زيت الخروع ازاي بالهيروغليفي؟ هتعرفيه ازاي؟ هتترجميه ازاي؟ لان زيت الخروع تم استخدامه في التحنيط بشكل كبير جدا، وبالمناسبه تم اكتشافه في الاواني ال31 اللي بنتكلم عليها. فالمهم ان اهميه هذا الكشف ان ال 31 آنية دول كان عليهم التسميات
فبداوا العلماء المصريين والالمان زي ما حضرتك تفضلتي يدرسوا بقى من الاكتشاف ده من 2016 لحد لما اعلنوا عنها والعالم كله اتهز. عايز اقول لكم الخبر ده هز العالم في 2023 والدنيا كلها كتبت عنه، لان ده خطوه كبيره. لسه ما عرفناش كل حاجه، لكن خطوه كبيره في موضوع التحنيط. ليه؟ اكتشفوا ان المواد ديت عندنا نوعين، مواد جايه من النباتات والاشجار على هيئه زيوت. يعني مثلا عندنا مثلا زيت اسمه زيت نبات العرعر. زيت نبات العرعر ده نبات مشهور جدا. عندنا في زيت جاي من شجر السرو، ده شجر موجود برضه بيطلع منه زيت. لقوا ان هم استخدموا الفاتس او الدهون بتاعه الحيوانات. لقوا ان هم استخدموا زيت الخروع زي ما اتفقنا وانواع الصمغ مع انواع من الاسمار زي الرتن. وكمان لقوا حاجه عظيمه جدا استخدمها المصري القديم في التحنيط، ان هو لقى ان هو استخدموا الواكس بتاع البيز اللي هو الشمع النحل. يعني كل ده مواد كلها يعني معقده جدا ان هي تتركب كلها مع بعض يا دكتور. بالظبط كده. وبعدين اكتشفوا بقى العبقريه الثالثه. ايه بقى من الاكتشاف ده؟ اكتشفوا، وده بقى اللي اذهل العلماء الكبار قوي، يعني العلماء اللي في العالم الكبار قوي اذهلوا بقى بالحته اللي انا هقولها لحضراتكم دلوقتي دي. قالوا ان المصري القديم استخدم لكل عضو من اعضاء الجسم ماده. يعني مش كله يلا هنحط المواد دي كلها نعمل لها مزيج كده ونروح مليطين كده الجسم كله وندخله جوه التابوت. لا، ده كل عضو، الايدين، الرجلين، الصدر، الدماغ، كل واحده منهم عرف المصري القديم ازاي يتعامل مع العضو ده ومع الجلد ده ومع حتى الراس. يعني مثلا لقوا ان الراس مثلا، يعني فكره الهاد ديت اللي هو الراس اللي هو الحته ديت كده اهو، دي لازم بس يستخدم فيها زيت الخروع وزيت الفستق. الفستق اللي احنا عارفينه، البيستاشيو اللي احنا عارفينه ده اللي احنا الفستق. فزيت الخروع وزيت الفستق اللي بيطلع من الاشجار بتاعتهم هي دي بس اللي يتم استخدامها للراس فقط. علشان الجزء ده يا دكتور اللي حضرتك بتقول عليه، الجزء ده اللي هو بيكون فيه يعني اعلى الراس اللي هو بيكون فيه الشعر او فروه الراس، فلقوا افضل شيء يستخدم في المنطقه دي هي الزيوت زي زيت الخروع. لغايه كده يعني الراس كلها لغايه هنا كده، دي كل دي لازم هيستخدم فيها زيت الخروع وزيت اللي بيجي من اشجار الفستق فقط. طب احنا المعلومات دي يا دكتور عرفناها بعد الكشف الاخير اللي حصل في 2016. وبعد 7 سنين كامله من الدراسه عرفنا نترجم بقى ونوصل للمعلومات الحديثه دلوقتي. تمام. واخيرا بقى المفاجاه الاخيره اللي هي بقى ذهلتنا، ودي بقى الحقيقه هي يعني موضوع الزيوت وموضوع الدهون. ده موضوع احنا كنا مذاكرينه، اتاكدنا منه، عرفنا البارتس، عرفنا الاجزاء دي كانت مهمه قوي بالنسبه لنا. كمان عرفنا حاجه لطيفه قوي، ان هم لما جم يعملوا عمليه التحليل ديت عملوا حاجه اسمها التحليل الجزيئي، اللي هم العلماء الحداث بقى عملوا حاجه، اللي هم المصريين والالمان العظام دول عملوا حاجه اسمها التحليل الجزيئي للمواد ديت. فلقوا المواد دي المصري القديم عرف يتعامل بيها مع الفطر اللي هو الفنجي او الفنجس، الفطر اللي بيطلع على العفن زي بكتيريا، عرف يتعامل مع العفن. تخيلي حضرتك. وعرف يتعامل مع البكتيريا، والبكتيريا ما كانتش لسه اكتشفت، ما كانش حد يعرف يعمل حاجه، ما كانش لسه في اسم للبكتيريا في مصر القديمه. هيعرف منين البكتيريا؟ المصري القديم ما كانش عنده الميكروسكوب اللي احنا بنستخدمه في المعامل دلوقتي الحديث، والعلم الحديث ده كان عنده علم احدث واضح يعني، لكن كان يتعامل مع هذه الاشياء. وبالتالي عدد كبير جدا من المومياوات زي ما حضرتك تفضلتي في اول المداخله لم يصاب بهذه الفطريات ولم يصاب بهذه البكتيريا. اخر بقى نقطه، والنقطه اللي ابهرتني انا شخصيا، انا بقى بصراحه لغايه دلوقتي الموضوع ده بهرني. ليه؟ لان هم اكتشفوا ان بعض المواد اللي موجوده في ال 31 آنية اللي احنا اتكلمنا عليهم لزمن كان على المصري ان هو يسافر بره مصر ويجيبها من خارج البلاد. يعني هي ما كانتش مواد سوف في مصر يعيد. ما كانش كل المواد موجوده في مصر يا دكتور. سوف يعيد.
في مواد منهم في مصر، وفي مواد منهم لقوهم ان هي مش موجوده في مصر، مما سوف يعيد خارطه تجاره. بصي بقى العلاقه ازاي في التاريخ بتحصل، تجاره المصريين مع عبر البحر المتوسط. متخيله بقى الاساطير اللي هتطلع من مصر عبر البحر المتوسط لبلاد افريقيه يمكن ايضا. والمفاجاه الكبرى هي فكره جنوب شرق اسيا، مما يدل على ان احنا لازم نذاكر بقى في السنين اللي جايه طرق التجاره اللي سلكها المصري القديم، وعملت ديلز وعملت هذا الاتفاقيات التجاريه مع الدروب التجاريه اللي هو سلكها عشان يقدر يجيب هذه المواد. واخيرا ده مهم جدا بالنسبه لي، ليه؟ لان انا كنت قلت لكم في الاعلام من كام شهر ان هم كانوا لقوا سمسم في مقبره توت عنخ امون، وقلت انا وقتها في الاعلام من كام شهر، قلت ان السمسم البلد الوحيده اللي كان فيها سمسم وقتها مشهوره كانت الهند. ولما العنوان نزل بسام الشماع بيقول هناك ربما علاقه بين مصر في ايام حكم توت عنخ امون بالهيروغليفي والهند كانت ممكنه منذ اكثر من 3000 سنه، واللي هيثبت ده السمسم اللي تم اكتشافه في مقبره توت عنخ امون. اذا الحقيقه دكتور كل التواريخ متعلقه ببعضيها ومرتبطه ببعض. حضرتك بتقول لنا يعني ثورة في عالم التحنيط احنا بدأنا نتعرف عليها، وزي ما حضرتك قلت الموضوع مر بمراحل كتير واحنا بنلهث وراء المصريين القدماء علشان نعرف يعني هم وصلوا لإيه والفترات الزمنية اللي كانت بتفصل ما بين كل خطوة والتانية. طبعا اكتشاف مهم، وأكيد يا دكتور هيكون لنا لقاءات تانية نتكلم فيها على مزيد من خفايا المواطن المصري القديم. بشكرك جدا دكتور بسام الشماع المؤرخ عالم المصريات، شرفتنا ونورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا